أما في هذه اللحظات أو قبلها انضم إلينا الأستاذ نبيل فقيه الناشط السياسي. أهلا بك أستاذ نبيل. سلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أستاذ نبيل، لعلك استمعت إلى التقرير، كيف توضح ما استمعت إليه؟ لم أستمع إلى التقرير للأسف. طيب، إذا يبدو أنك كنت منشغلا عننا. التقرير تحدث عن تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، تجهيز الأجهزة الأمنية، نقل البنك المركزي، إعادة الأمور أو الميزانية التشغيلية إلى بعض الوزارات، الصحة، التعليم قدر المستطاع في المناطق المحررة وغير المحررة. إجمالا السؤال: ما هي أهم إنجازات حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في فترة العام الذي مضى؟ كما يعلم الجميع أن الحكومة كانت في الخارج، وكانت مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة برئاسة الوزراء ووزرائها في الخارج، وكان هذا أكبر نقطة ضعف للشرعية أمام المجتمع الدولي وأمام المتحاورين، وأمام حتى الحوار الذي يقوده ولد الشيخ كانت نقطة ضعف لها. وكانت مطالب شعبية كبيرة بوجودها على الأرض. وأذكر أننا كنا في 26 سبتمبر نحتفل في مأرب، فاجأتنا الحكومة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الشباب والرياضة والوزير نهاد العولقي، وكذلك وكيل وزارة النفط، بأنهم أتوا إلى مأرب، أوقدوا الشعلة، حضروا مهرجانات كبيرة. كانت بالمناسبة هذه أعادت الثقة للجيش الوطني أن خلفهم هي الحكومة. كذلك عادت رئاسة الحكومة إلى عدن، كان لها طابع خاص ونوع من الثقة. جاءت الخطوة التالية كما يعلم الجميع نقل البنك المركزي، وهو من أهم مؤسسات الحكومة. كانت ضربة قاصمة للانقلاب الذي لا زال إلى اليوم يعاني منها، وهذا من الناحية الإيجابية، مع أنه الأضرار ضرت في بعض الأحيان الموظفين. لكن نحن نتكلم عن أبرز الإنجازات، أبرز النجاحات. وجودها على الأرض، استطاعت أن تثبت نفسها نوعا ما على الأرض، لأننا في حرب وهناك مدن لم تحرر. وجودها كذلك في مأرب وعدن، وفي بعض الأحيان في حضرموت والمناطق المحررة بشكل عام، عادت الثقة للمواطن، عادت المجتمع الدولي راجع نظراته. لو نتذكر المبادرة التي أتت في كيري في أواخر حكم أوباما، كانت قاسمة على الحكومة والرئاسة وعلى الشرعية بشكل عام. لكن عادوا للأرض، عادت البنك المركزي، توزع الوزراء ما بين مأرب وعدن وحضرموت وغيرها، أعادوا النظر فيهم. كذلك بدأت جبهة الانقلاب تتشتت من الداخل. لو أن هناك هزة عسكرية ظهرت الآن تماما، كما يعلم الجميع أنهم على مشارف صنعاء، أنهم في مناطق محررة، كما صرح رسميا أن هناك 85 من الأراضي اليمنية محررة. إذا ما زادت الثقة ونجاحات أكثر ستتفكك جبهة الانقلاب. وهو بالأهم المعركة هي الأهم بأكملها، هي تحرير البلد من الانقلاب. أستاذ نبيل، يعني مع كل هذه الأمور التي تحدثت عنها والإنجازات، عودة الحكومة، التقدم في الملف العسكري، العديد من الأمور، لكن هناك ملفات ما زالت الحكومة يعني لم تخطو الخطوات المطلوبة كما كنا ننتظر، والبعض يعاتبنا ويقول أنتم لم توصلوا رسائل المواطن والموظف للحكومة. من هذه الأمور مسألة الرواتب. الحكومة بدأت بخطوات جيدة بعد نقل البنك، صرفت جزء من الرواتب، لكن الأمور توقفت، ولنا أكثر من 4 أشهر أو 3 أشهر منذ صرفت أول دفعة للموظفين في أمانة العاصمة توقفت. لماذا برأيك توقف صرف مرتبات الحكومة الموظفين؟ هي بشكل عام أخي مصطفى، إذا ما أتينا هناك لا يوجد أرقام أساسا الحقيقة على الأرض. أبرز هذه السلبيات وأبرز ما فيها والذي يعاني منها، ما دام تم نقل البنك المركزي إلى عدن، ولا بد لها كانت أن تكون هي المسؤول الأول والأخير، وهي بحكم أنها شرعية، وهؤلاء انقلاب لا يهمهم شيء، وهم أتوا من جبال لا يعرفون لا في الاقتصاد ولا في الرواتب ولا في، هم يعرفون
سلب المال العام بأي طريقة، وهم أكثر من فساد عفاش أساسا. إذا كان في زمن عفاش بطريقة قانونية، فهؤلاء ينهبون بدون أي قوانين وبدون أي شيء. تحملت الحكومة نقل البنك المركزي إلى عدن، عليها أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام وضع اليمن واليمنيين في تسليم الرواتب. إذا كانت في المناطق غير المحررة أن هناك ليس هناك إيراد أو شيء إلى المناطق من المناطق التي تحت حكمهم، مثلا في صنعاء وكذلك الحديدة، لم يتم إيراد كما اتفقوا عليه البنك المركزي في عدن. أقل شيء تسلم الرواتب إلى أفراد القوات الجيش المناطق المحررة بموظفيها كامل، أن تلتزم هي وهي أمام العالم تعتبر شرعية. هم لا يعترفون الآن بانقلاب مهما كان، شرعية، وهؤلاء موظفيها ورعاياها في الداخل عليها أن تحسم هذا الملف سريعا. الوضع يزداد سوءا، نحن في حرب، وهناك حالات إنسانية يصعب أن تشرح للناس في الإعلام وغيرها. عندما نراها أو نسمع يقشعر لها الأبدان. الحكومة تتحمل مسؤوليتها التاريخية. نعم. كذلك هذا ملف من الملفات الشائكة. بقي ملف آخر أخ مصطفى، ملف آخر، ملف تحرير عدن، ملف إدارة المناطق المحررة أمنيا، ملف إدارة الموانئ التي تحت سيطرتها، سواء المنافذ التي تم تحريرها أو كذلك الموانئ التي تحت سيطرتها الشرعية. عليها أن تدير هذه ملفات شائكة. الحكومة تستطيع أن نقول أنها سلبية لأنها لا عذر لها في المناطق المحررة. نعم أستاذ نبيل، لكن في مجال آخر الحكومة يعني خطت خطوات جيدة. كانت لنا مناشدات، كنت أظن أنت أحد ضيوفي في مسألة مستحقات الطلاب في الخارج، استضفتك في أكثر من لقاء. ناشدنا الحكومة استجابت، تواصلت بنا شخصيا، نفذت على الأرض، صرفت مستحقات الطلاب في الخارج التي كانت لأشهر طويلة جدا في الدول والمبتعثين. صرفت مستحقات الطلاب بشكل عام في العديد من الدول العالمية والعربية. كيف تثمن هذه الخطوة؟ هذه الخطوة كانت مهمة، لأنه إذا كان المواطن في الداخل يعاني من وسائل إعلامك هي من تشرح هذا، لكن علينا أن يكون هؤلاء استراتيجيا هم المخزون الاستراتيجي، هم طلاب الخارج. كانت خطوة ممتازة وصرف لبعضهم، لأن حالة محرجة أمام العالم بأن هؤلاء الكنز والاستثمار الحقيقي هم المتعلمين في الخارج الذين سيديرون البلاد بعد الانقلاب، وهم الثروة الحقيقية للبلاد. أنا أقصد أن الإنسان المتعلم الذي يحضر دكتوراه أو ماجستير أو حتى بكالوريوس في أي دولة من العالم، هذا هو الكنز الحقيقي لليمن. أنا كان عندي مناشدة قبل يومين، أتوا إلى صفحتي على الفيسبوك رسالة من الطلاب الدارسين للدكتوراه والماجستير في تونس. قالوا صرف لهم القصر الأول، لكن ما وين يا أستاذ نبيل؟ وين على الحكومة الطلاب؟ وين اسمح لي يا أستاذ نبيل، أقوى من نظرتها. الطلاب وين ذكرت؟ وين الذي ما زال لم تصرف مستحقاتهم؟ الطلاب المبتعثين إلى الدارسين في تونس. في تونس لا زالت هناك إشكالية. أي طلاب؟ أي مرحلة؟ رسالة ونشرناها على وسائل أي مرحلة يا أستاذ نبيل؟ خليك معي، الله يرحم والديك. أستاذ نبيل خليك معي. في تونس أي مرحلة؟ الماجستير تبع التعليم العالي، تبع جامعات، تبع من؟ الطلاب المبتعثين كما بعث في الرسالة، الطلاب المبتعثين لدراسة الدكتوراه في تونس. الرسالة موجودة معي والوثائق موجودة معي. إذا أشكرك نبيل. أتمنى مثل هذه الرسائل أن تواصلنا بها، وإن شاء الله نوصلها لرئيس الوزراء. هناك مكتب لاستقبال الشكاوي. كلمة أخيرة أستاذ نبيل، أنا أود أن تطرحها في هذا البرنامج. ما المطلوب من حكومة الدكتور أحمد عبيد الدغ في يعني نصف دقيقة؟ هي رسالة أنهم في وضع، أننا في وضع مأساوي وحرج جدا وحرب. فمسألتهم ليست مسألة مناصب، إنها مسألة تاريخية، سيذكرهم التاريخ وسيسجلوا في التاريخ في أنصع صفحاته، لأنهم بدون إمكانيات وفي حالة حرب وضحوا بأنفسهم جميعا كل الوزراء، لا نستثني منهم أحدا، ابتداء من رئاسة الوزراء إلى آخر وزير. مسألتهم تاريخية. هناك ملفات شائكة كما قلت لك، ملف تعز لابد أن يحسم، وهذه مهمة الحكومة ومهمة الشرعية، مهمة الموانئ وإدارة الموانئ والمنافذ التي تديرها الشرعية. نعم وصلت الرسالة. كذلك ملفات حفظ الأمن في المناطق المحررة. هذه ثلاث ركائز رئيسية يعتمد عليها المواطن. وصلت الرسالة أستاذ نبيل فقيه. نعم شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل فقيه، ناشط سياسي. وصلت الرسالة واستمعنا لها جيدا، وسنكمل ما تبقى من هذه الملفات بعد الفاصل، انتظرونا.